السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المدخن، اسمح لي أن أسألك أسئلة أنا أعلم بل على يقين بأنك تعرف إجاباتها أكثر مني، فأنا بمقام ابنتك أو أختك الصغيرة. أتحب الله؟ أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا على يقين أنك ستقول بلى، بل إني من أشد الناس حبا لله وتعلقا برسوله، بل إني مشتاق لرؤية الله في الجنة ورفقة النبي فيها. اسمح لي، إذا قال لك حبيبك لا تدخن، هل ستلبي أم لا؟ أظن أنك ستلبي، فالمحب لمن يحب مطيع، ولكن إذا خالفت أو عصيت فما الحكم؟ أجب نفسك بنفسك، واعلم أن الحياة ظل زائل، سرعان ما تنقضي فتذهب لذاتها وتبقى حسراتها. أخي دعني من هذا، أخي أنا مشفقة عليك، أتألم من أجلك، أتمنى أن أراك في أحسن صورة، في أفضل منظر. أخي لو قيل لك أن إنسانا انتحر فحقا ستقول أنه ما كان عليه أن يفعل ذلك، وقد ارتكب جرما عظيما وإثما مبينا. وإذا قيل لك أن رجلا أحرق ماله أمام ملأ من الناس أو ألقى به في البحر، ستقول أنه إنسان مجنون ليس لديه ذرة عقل. وإذا قيل لك أن رجلا يؤذي زوجته وأولاده ومؤسسته وأسواق بلاده وبيئته، فستقول أنه إنسان مؤذي وباء على بلاده وباء على أسرته. هذه أجوبتك وهي أجوبة صحيحة. والسؤال: كيف لو كنت أنت هذا الإنسان ينتحر كل يوم انتحارا بطيئا وتضر بجسدك وتؤثر على عقلك وتضيع مالك؟ فاحذر يا أخي. إذا كنت ترى أن السجارة حلال فلماذا لا تسمي قبل شربها وتحمد الله بعد كل سجارة؟ وإذا كنت ترى أن السجارة نعمة فلماذا تطفئها بحذائك؟ وإذا كنت ترى أن للسجارة متعة خاصة فلماذا لا تعلمها لأولادك؟ وإذا كنت ترى أن السجارة شيء طبيعي فلماذا لا تشربها أمام والديك؟ وإذا بحال السجارة تقول: أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا؟ أتشريه إذا باعوا؟ أتشري الداء مختلطا وعندك صبية جاع؟ صنوف الشر في قربي فلي باع ولي صاع، وزوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع، وأمك تدعو مولاها فهل خانتك أسماع؟ أغرك في إعلان وتنميق وأسجاع، تعال نكهتي هيا فكم في نكهتي ضاع. وإذا بحال الصغير يقول: عجبت لطفل بسجارة يترجل ولا يعلم أن الرجولة أخلاق، يمشي بين أطفال صغار وقد التهم الغرور عقله الصغير. فهل تركت هذه الآفة حبا في الله ورسوله؟ فإن أسهل طريقة لترك التدخين أهديها لك أن تتركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فافعل ذلك رحمة في نفسك التي ستحاسب عليها، فأنت عندنا خالد.